أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات في فيديو تفاعلي مع سعيد بن سديرة الذي أكد ركوع النظام الجزائري للمخزن بعدما ركع لفرنسا وإسبانيا. أنا جيت نتفاعل مع سعيد بن سديرة، وكيف ما كتعرفوا التفاعل ديالي مع سعيد بن سديرة كيكون واضح. سعيد بن سديرة يتنبأ لعودة العلاقات مع المغرب، وتكلم على امور ديال الغاز، كيفاش غيبيعوا الغاز للمغرب، وتكلم على الانبطاح ديال فرنسا، وهذا الشيء هو اللي غنحلو، لان سعيد في هذه المواقف لا يقوم بالتحليل بقدر ما يلعب العاطفه الجياشه. راه نسمعوا بن سدير اش غيقول. العلاقات مع المغرب مالها مثل ما كانت قبل 2022، ياك مثل ما كانت قبل 2020 زيد، اللي هي غلق الحدود، ولكن العلاقات الدبلوماسيه موجوده، والعلاقات الاقتصاديه لكش ما كاين تبادل اقتصادي بسيط موجوده، وعادي، والعلاقات الاجتماعيه موجوده، زيد، لكن الحدود مغلقه للاسف. هذا قرار سيادي. اذا عوده العلاقات الجزائريه الاسبانيه عاود نرجع لها. السؤال: عندما قررت الجزائر قطع العلاقات مع اسبانيا، اولا لماذا؟ لأن إسبانيا اعتقد. واخا نوقفوا عند اسبانيا، وقبل ما تمشي تكلم لنا على اسبانيا باش دير التحليل، باش انت بغيتي دير الربط وعودة العلاقات ما قبل 2020 و 2022. شنو كتقصد هنا سعيد بن سديرة؟ وأتظن انت على ان العلاقات الى غترجع بين المغرب والجزائر غترجع مثل ما قبل 22، حدود معلوقة مغلوقة أو مغلقة، نفاق سياسي، مجاملات بروتوكولية تأخذ زخم أو تأخذ مساحة إعلامية كبيرة فقط. المغرب لا يريد هذا، والعالم لا يريد هذا، ونظامك مجبر أن يقبل هذا، لأن عودة العلاقات يجب أن تدخل فيما هو جيوسياسي وما هو جيو استراتيجي. عودة علاقات قوية لأنها ستتمم الربط. واخا انت دابا بغيت تجيب لينا المثل هو اسبانيا، انا نسمعوا شنو وقع مع اسبانيا. الصحراء الغربيه، اوكي، قطعنا معهم العلاقات عامين، وحنا مسكرين العلاقات وحبسنا الشركات وكذا، وعقوبات وسحب السفير الجزائري وكذا، اوكي. بعد عامين قلنا هيا سمحوا لنا معليش، هيا عاود رجع السفير ونعاود نرجعوا العلاقات مع اسبانيا. السؤال: هل اسبانيا غيرت من موقفها؟ الجواب لا. وقف هنا السي سعيد، هذا انت تؤكد هنا انبطاح النظام الجزائري للنظام الاسباني. اسبانيا ثابته على موقفها، والنظام الجزائري ترنح كثيرا ثم قابل امر الواقع. وعلاش هذا الاسقاط السي سعيد ما درتيش على المغرب مثلا؟ علاش ما درتيش على المغرب هذا الاسقاط؟ لان المغرب ثابت على مغربيه الصحراء، المغرب ثابت على ان الصحراء الشرقيه مغربيه، المغرب ثابت على ان النظام الجزائري نظام استبدادي ووظيفي، المغرب ثابت على ان الجزائر تدعم الارهاب. فعودة العلاقات معناها قبول النظام الجزائري لهذه الاتهامات المغربية والاشتغال على تغييرها. بغيت تعطينا شي نموذج اخر انا نسمعو. هل غيرت من لهجتها؟ لا. هل اعتذرت؟ لا. ماذا تغير؟ لم يتغير شيء. الشيء اللي تغير انه هنا تنازلنا، هنا طاطينا. هذه الحقيقة. هذا بالنسبة لإسبانيا، اوكي. بالنسبة لفرنسا، بلاتي تماك زربانه صاحبي، تما اسبانيا لفرنسا راه كاينه بزاف ديال الطريقه صاحبي، بشويه. اذا هادشي اللي قلت لك انا صحيح، وانت تعلم سعيد بن سدير على ان النظام الجزائري هو نظام أسس لهذا، وهو سيوافق على هذا.
نشوفوا فرنسا. السفير الفرنسي اللي كان غير مرغوب فيه صحافة الخبر والإصوار والتلفزيون، وهذا السفير الفرنسي غير مرغوب فيه وكذا ما يسواش وكذا، واليوم أهلا وسهلا ومرحبا. هذا السفير الفرنسي كي خرج العام اللي فات طردناه، غير مرغوب فيه، قلنا نروح بعدنا. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب هو أن ماكرون اعترف بالقضية الصحراوية أنها تتحل في إطار حكم الذاتي وكذا، زعفنا وطردنا السفير. أوكي. إيه، وبعد عام هل ماكرون غير في الموقف تاعو؟ لا. هل اعتذر؟ لا. هل سحب الاعتراف تاعو؟ لا. ماذا تغير؟ ما تغير والو. أما واش كاين؟ حنا يدينا بروحنا. نتوما لقيتو بروحكم انه سخنت لكم الفرفاره سعيد بن سديره. نتوما عندكم الموتور ديال البيجو ديما يطلع في السخونيه وفي الهوديه. وشكون نتوما؟ هذا هو السؤال اللي خصك تطرحه بن سديره. من انتم حتى تفرضوا رؤيتكم على دول عندها مرجعيه تاريخيه كفرنسا، اسبانيا والمغرب، وانتم دوله من مواليد 63؟ هذا هو السؤال المنطقي اللي خصك تطرحه على الجزائريين. وانت عندك قاعده جماهيريه حتى من المعارضين احفاد النظام واتباع النظام ان كيستمعوا لك وكياخذوا من عندك المعلومات. هذا هو السؤال. شكون حنا؟ من نحن؟ واخا كمل لي على فرنسا. غالطين. من الاول كنا نقول لكم غالطين. من الاول كنا نقول لكم غالطين. مع اسبانيا قلنا لكم غالطين. مع المغرب قلنا لكم غالطين. مع فرنسا قلنا لكم غالطين. باش تعرفوا ولد فرنسا قال لك مع المغرب قال لهم غالطين، وكان اكبر الداعمين لاتخاذ هذا القرار ضد اغلاق الحدود، كان من اول المطبلين للقرار. وانا لازلت اتذكر سعيد بن سديره دون العوده الى الارشيف والبحث عن المقطع. فهللت فرحا لقطع العلاقات. وإذ ناسي أفكرك في مناظرتك مع الدكتور منار سليمي على منصة أسعد الشرعي، وقلتي أنا مع القرار ومع جميع القرارات اتخذها الدولة ضد المروك. كيفاش؟ واش كتنسى؟ وزير معنا شويه الصمت سعيد. واخا كمل تقدر تقول لنا شي حاجه على تركيا؟ على الامارات قلنا لكم غالطين. مع مالي قلنا لكم غالطين. مع النيجر قلنا لكم غالطين. مع ليبيا حفتر قلنا لكم غالطين. من الاول حنا نقول لكم راكم غالطين. ما دير بلاد الحياه. يا ودي خافوا ربي، يا ودي استشيروا رجال الدوله، يا ودي استعينوا برجال الدوله، يا ودي راكم دير بلاد الحياه، يا ودي خطوكم من سياسه التضخم، ياخذوكم من سياسه رشاد الحجره واللي يخرج من الصف نتيري عليه، راني ياخذونا من هذه السياسه. رانا في مجتمع دولي، العالم راهو قريه، خطوكم اللعب الذر هذا. هنا سعيد بن سديره تكلم على سياسه وعلى مجتمع دولي وقانون دولي. واش بغى يقصد سعيد بن سديره هنا؟ وانا هذا الفيديو غادي نقطعوا لجوج ديال المراحل، لانه المرحله الثانيه غنعطي فيها حيز للقراءه ديال سعيد بن سديره لونتوراج، اي الدول المجاوره، والزياره ديال تبو لتركيا. هنا التحولات ديال النظام العالمي الجديد، وهنا خنوع النظام الجزائري الامريكي لسعيد بن سديره ما عندوش الجرأة انه يتكلم عليه وانه يقوله بلسان واضح، لان امريكا غتفرض على الجزائر تطبيع علاقاتها والخضوع لدول الجوار من اجل ادماج او اندماج سياسي واقتصادي واضح في هذا الباب هذا. فهنا ما غاديش نزيد اكثر، وغادي نوقف غير هنا ونكملوا هذا الفيديو في جزء ثاني ان شاء الله. تحياتي لكم.